حتى الآن عبد الله الحمحمي الشاب المصري الذي يبلغ 29 عام تحدث مع المحققين مرة ونص. طبقا للمعلومات مجمل الكلام أن اسمي عبد الله الحمحمي وعمري 29 عام. معلومة نمرة 2، أن الحمحمي قد أجر شقة في باريس بالقرب من وسط المدينة، إيجارها في الأسبوع ما يقرب من 1500 يورو. وأنا هقول للمعلومات حضراتكم اللي هي كل المعلومات يعني، وأي إنسان هو بريء حتى تثبت إدانته، فليس عندي رأي، ولكن هقول لحضرتك كل المعلومات. فمن يونيو اللي فات في شقة متأجرة باسمه. هل الشقة ديت أجرها الشغل بتاعه ولا هو؟ علامة استفهام. المعلومة مش كاملة، ولكن يرى الناس هناك أنها علامة استفهام. ليه من يونيو اللي فات في شقة لشاب هيجي سياحة لباريس؟ هل الشغل بتاعه؟ هل شغله كان عايزينه يقعد في الحتة دي؟ أنا هقول كل المعلومات اللي موجودة واللي ناقصة. طيب، معلومة نمرة 3، أنه عندما تم القبض على عبد الله الحمحمي في الممر التجاري لمتحف اللوفر كان في حقيبته سكينتين كبيرتين، سكينتين كبار. المعلومة في الموضوع، السكينتين من غير الجراب بتاعهم. فلما قلنا يا جماعة السكاكين دي ممكن تبقى محطوطة له، قالت المصادر اللي خدنا منها الأخبار والمعلومات أنه بالعودة إلى منزل الحمحمي لقينا الجرابين بتوع السكينتين. يعني هذه الجرابات تنتمي لهذه السكينات. يعني لو كانت السكاكين داخل الشنطة في مدخل اللوفر عليها الجراب بتاعها بالجراب بتاعها وهي جديدة لنج، كان ممكن يتقال أن السكاكين قد دست له. أنا بقول لحضراتكم كل المعلومات، كل المعلومات. 4، تم تتبع الكود اللي على السكينة.